أخرس الحب يقبرني اللي خلقك. يلا هيك إن شاء الله قريبا إن شاء الله يا رب بعم السلام على المنطقة وبتهدى شوي نعمل اشياء لزوزة وفرايحية للناس. حاس حالي كتير عقول هيك انه لبس عاقلين وقعدة عاقلين. عم بعدلكن الكاميرا ودوالي صوت وأحبابي دوالي رد عينا وين اليوم خدت دوالي اجت عحيل الفيو دوالي تلفك العرودية لكر بلا جاء لمستك وشفتك دخيل اللي كوى عيونك وشفتك دخيل اللي كوان عيونك وشفتك بخلي المتني حني يا الحبايا انا ورد بس ورد نرجس كلي برد بس صعب ارجف شرمية نرد ليه رايق لاد ما فهمت غريب. طمنوني عنكم حكولي اخبار يلا زمان عن اخباركم واشياءكم اللطيفة واللزوزة. انبسطتوا بحفلات اوروبا؟ مبسوطين بكل شي ليك؟ خلص روح مش الحال يا ربي. بكرة بكون بقطر. هل انت فرحان هالفترة؟ اعرف اذا فرحان او لازم اكون فرحان. كان عندي رضا الحمد لله بسري وبالعلن بكل وقت بكل زمان بكل مكان. الحمد لله عايشين بنعم الله وفضله. ايه بس الغدري ده وانت مالك يا اسطى؟ الشامي امتى الحفلة؟ ما عندي حفلة بقطر، عنا افتتاح مدينة ملاهي حكون موجود معكم هنيك هي عم تفتتح. ليش ما ترد؟ يمكن لأنه في 27,000 بني آدم باللايف. بتحبنا بموت فيكم والله. بعتقد انه قريبا عندي شي بالكويت. يس عندي شي قريبا بكل مكان. ما تعتلهم انا وعدتكم شي 1.5 سنة اني حافتل الكوكب معكم. عبوست جنب قويست ابو جنست الغالي ابو جنست. يا الله كنت اكل مرضى وبتفهم تبع حرارة زليار. كارل بدل ما ياكل همي ويدير باله عليه كان عم يقلي بيضة عجبيني. حلوة؟ حلوة عليك على لا والله ما بيقصر. بايطين وانت حلوة جنن. كأنك بردان والله برد شوي. انا انسان بريد عموما. بتضل كل الشتوية ماشي شو اسمه؟ شتوية مكركع مكنكن وبلاك بردان
دقنك ليه صايرة لونين؟ لأنه لما بتطول بين شقارة و ماشي. المكان الأصيل ببين أسود، المكان الطويل ببين الشعر تبعه. كرمال هيك لغيت الحفلات بالشتا، ما لغيت شي. عنا كتير شغل هاي السنة بإذن الله، مثل ما وعدناكم. كل شغلة عم نعملها عم تحقق النجاح بفضلكم انتو، الحمد لله رب العالمين. حفلات أوروبا يلي حضر واللي ما حضر واللي إله دخل واللي ما له دخل حكى فيها، مثل كل حفلة عم نعملها. سلام، ارحمي أمي، ارحمي أمي من الأصوات. عرفت، حسيتها بدي عم صير عيط. هاي الدخان يسبب الأمراض ويضر بالصحة، يعني خبرتكم، أخليت مسؤوليتي. على أساس رح تترك الدخان وتعلمنا كيف تترك الدخان. إيه، لا أقدر أعلمكم بدي أتعلم. أنا هلا عم بتعلم كيف تترك الدخان. احكي كن بغيك بزاف، كن بغيك بزاف حجي، حب وحنان. النقاشات بعدها شغالة الحمد لله. أي شي بنعمله بصير حديث شارع ورأي عام، وحديث بلاقي سياسيين عم يحكوا حفلة الشام. شو خصني أنا ما دخلني قاعد بالبيت عملت حفلة ورجعت على البيت. لا عرفت، هاي الكل عم يحكي بحفلتي. شو في كل يوم مليون حفلة بتصير بالدنيا، بس لا حفلة الشام بدنا نحكي فيها كلياتنا. يلا الشام عمل شي تعال نحكي. هاي نعمة من الله. تخيلوا ما في حدا بيحكي فينا، تخيلوا ما في حدا بيحكي على جمهورنا كل الوقت، وما حدا بيحكي عنا كل الوقت. هي نعمة من الله. هذا دليل انه احنا عم نصيب، انه احنا عم نعمل شي بهالدنيا مهم. فكل الناس المهمين عم بيحكوا فينا كل الوقت. عملونا كفار لأن حضرنا حفلتك، هو بس ما كان ماشي. عشان قررت مرت كنت حاحكي. انسوا الموضوع. حلوة. وحل سنين. يا كمية السلام باللايف، لابس كنز صوف عم بشرب كاسة شاي. شغلنا الوفي. عموما محضر لكم كتير اشياء. الشغلات اللي بدها تنزل مستقبلا فيهم تنويع وفيهم اشياء جديدة بإذن الله. طبعا انتوا تعودتوا علي انه يا ليل يا العين، غير صبرا صبرا، غير خدني خدني، غير وين غير دوالي، واللي جاي هلا غير دوالي. دائما بكل عمل بالفيديو كليب في شي جديد، وتغنيه في شي جديد، لانه نحن هون عنا دائما رسالة نوصلها من ورا الفن تبعنا، وعنا دائما اشياء نحكي عنها، وهدف من ورا مكاننا. دمعة الحب بتعامي، تخيل قلبي شو محروق. كيف تسألني شو يعني، لساكي جوا الروح. حقك اللي بدمي، ما في عتب يا روح. تعال السعودية كتير قريب جاي للمملكة. عنا كتير اشياء حلوة نعملها بالمملكة هاي السنة ان شاء الله. وعد. لبى قلبكم يا أهل السعودية.
يورني الله اللي خلقكم. مرة تانية. بدي أسرب لكم شوية اشياء صغيرة. رواق. من أذان؟ ايه رواق، لا رواق. من يومين ظهرنا بالمجلة الفرنسية العالمية الحمد لله، وعنا بهالكم يوم ظهور عالمي آخر بشي أمريكي عالمي معروف للسوس، وعنا بعدها شي عالمي برضو لمول عالمي، يعني شي مصنف عالميا كتير مهم وكتير كبير. فبإذن الله توجهنا الجديد شرق أوسطي عالمي راح يكون إن شاء الله، ومثل ما حققنا الأهداف اللي كان بدنا إياها كلياتها بإذن الله حنحقق هاي الأشياء، بما أنه أنتو معي. عندي أقوى جمهور بالقارة والكوكب الحمادات، يبرنا الله اللي خلقكم. فدعولنا وكونوا واثقين إنه الفترة الجاية فترة كتير حلوة، وفيني أوصفها بالعالمية إن شاء الله. بعد ما حققنا بالبورد أرابيا وكتير أخبار حلوين هاي السنة، وحفلات بالوطن العربي كتير حلوين هاي السنة، وانتقلنا لأوروبا، وعنا سون بأمريكا، وعنا بكندا، وعنا بأستراليا، وعنا ببونتاكانا، وعنا بكل مكان، عنا بالعراق، عنا بسعودية، عنا بقطر، عنا بالكويت، كل مكان حرفيا كل مكان ننبسط مع بعضينا. صرت عالمي لهلا ما شورت شعراتك اخوي، هذا السر. انا صرت عالمي ولحد الان حاط كاسة الشاي تبعي بالبيت، كتير تشل وكتير رواق الحياة عندي وما اختلف شي. شو سر نكشة شعرك؟ What a question. يا الله شو زمان عندكم، كتير مشتاق لكم. شو الشي بيخليك تتغلب على التوتر قبل الحفلة؟ انه طالع اشوف ناس بيحبون، ناس قاطعين مسافات طويلة ومتكلفين وعاملين كل اللي عليهم لحتى يجوا يشوفوني. هذا الشعور بحد ذاته، هاي الفكرة بحد ذاتها بتخليني ما اتوتر. ليه بدي اتوتر لما اقابل ناس بتحبني؟ بتوتر شوي قبل ب10 دقايق انه بدي اقدم لكم عرض بليق بالجمهور. دائما بخاف من هاي النقطة، لانه طبعا كل فنان بينرهب منه، بس بكون ممرن نفسي منيح ومشتغل على صوتي ومشتغل على التيم اللي معي وعامل كل اللي علي. فدام انا عامل كل اللي علي بطمن وبطلع بعمل لكم حفلة حلوة، والحمد لله دائما 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 الآراء بعد الحفلات بتكون مهضومة ولزوزة. اشتري لي مرسيدس اخوي، ماشي؟ انا ما يحق مرسيدس بتشوفني قاعد فاتح لكم لايف. زائد انه عنا اعمال مشتركة مع فنانين كمان عالميين من غير جنسيات ليست عربية قريبا، مش كتير قريبا بس قريبا. فعنا كتير خطط لنروح لمحل جديد ومحل حلو بعد الكم غنية والكمات الحلوين كتير يلي انتشروا بكل الوطن العربي كل مكان، الحمد لله رب العالمين. فما تاكلوا هم، دايما عنا خطة، دايما نمتلك خطة للمستقبل.
من خارج سهران. وانت لا تسرب انه عندك عمل مشترك مع فنان تركي. لا مش هقول انه عندي عمل مشترك مع فنان تركي اهم واحد بتركيا. لا مش هقول هيك شيء. بحسك ما حتقول اسمه حتى. لا اكيد لا مش هقول هيك شيء. شو ولا انه نحن عندنا جوائز عالمية بالفترة الجاية. مش هقول هيك شيء. ما مش هخبركم شيء. بس عندنا كثير اشياء حلوة جاي بإذن الله. وانتو بتعرفوا انه كل مرة بوعدكم بالفترات اللي حتجي انه حتكون حلوة، وفعلا بنحقق انجازات كتير حلوة وعالية، لانه نمتلك خطة دائما. امتى حتيجي مصر؟ انا حاجي مصر بس تعزموني على فول وطعمية وتخبروا الدحيح ينطرني بالمطار. انا قلت لكم انه بدنا كشري وفول وطعمية، وما حدا حضر لي شي ولا حدا عزمني عليهم بتاتا. فانا حجيب الواي وغيب عن الواي باذن الله تعالى. شو سر شطبة حاجبك؟ good question. يلا بإذن ايرور. وانت بإذن الله قريبا جاي على مصر. جواي بإذن الله. ايه كانت معلقة بإذن الله. كمشت يا شو مشتاق لكم ومشتاق نقعد نمزح مع بعض. اصبعك ليش بترفعه لما تشرب الشاي؟ والله يا اخوي انتوا بتنتبهوا على الاشياء انا ما بنتبه لها. خلص روقي. بحس كتير غريب اذا مش كاس الشاي هيك، لانه اذا هيك رواقي يعني، بس اذا كمشت كاسة الشاي هيك كتير غريبة يعني. انا فيني اعملها عادي. حدا بيعملها. هاي اصبعين. شاهد الشامي من عبدة الشيطان. شاهد الشامي الماسوني يحمل كاسة الشاي بعلامة الشيطان. يا رب. لا اجيب بحربة. لا انا بجيب بحربة. خليك. انتوا بس لو تعرفوا اني انا مثبتكم على كاسة بيبسي. مش دعاية. ليش عابط كاسة الشاي برد اخوي. باعك بحربة جبت بحربة. ما رح تيجي مصر. علي الطلاق بالثلاثة اني جاية مصر. بس نحن اتفقنا انا بجي بعمل لكم حفلة تكسر الدنيا، وانتوا بتجيبوا لي. انا مصر على الفول والطعمية والكشري ماشي. كم كاسة شاي بتشرب بالنهار؟ good question. احلى جواب لأي سؤال. good question. وانت علي عبود كتير اخوي. مفرشخ عم بحاول الاقي مصطلح انه كبران انفي. فرشخ انفي. من كتر مالي برشح اخو كتير برشح.
صار لي 6 أيام. تقريبا. رجعت من السويد ألمانيا. أول شي كنت مفكر إنه ساعة خلص أنا ختمت الساعة بالدنيا. طب كف ستوكهولم عالمية أخوي. ما في داعي تحمل بحربة بستوكهولم لأنه بجمد مخك أساسا. ما في شي حينزل من كتر البرد. فرجعت من أوروبا مودع المونديال ومسلم النمر وأعطس يرحمكم الله. ولا شي شغال. 6 أيام حرارتي زليار كانت. زليار حرارتي عم يعني بردان بس حرارة وشغلات كتير غريبة عم بتصير. مخي عمل سكرين شوت. ايه عم خبركم الجانب الآخر للفن والمسارح والظهور الجميل اللي انتو بتشوفوه هو البرد. وتضيع بين أمك وأبوك لأنك بتصير بتنادي لبابا ماما وتنادي لماما بابا ماشي. ما بتصدقوني طفل. فرجينا الأوتفيت أخوي. ما في أوتفيت. هدول التياب اللي البسهم مش حننزل من السيارة. هدول هن نفسهم. عرض أزياء واقف للمروحة لساتها هون. عبود ومطبخ مقلوبة أخوي. طلع من حياتي. ها خلينا نتفق إنه طلع من حياتي. ما لا قدران لف عروسة زعتر. فتحت طقم البنطلون مع المروحة. وليه؟ شو النكتة؟ بدنا وقت. قسما بالله أعظم ناس بالعالم اللي بتابعوني. ما عندهم شي بالحياة غير إنه أخي حب وفرح وتعاطف وسعادة وحب وحنان. الشبشب ورجينا ما لك مصلحة. ما أفضل أنا اليوم بس. ليش عقلان؟ good question. مين عقلان بالضبط؟ تمام. آخر واحد بالحياة ممكن يعقل هو أنا. بس إنه صاير أهدى أروق. نحاول ما نجيب أي عيد مشان ما نطلع تاني يوم خبر عاجل. الشاب قد حضر العيد وأطلقه على اللايف المباشر ويحضروه 30,000 بني آدم وقد قال على اللايف المباشر وليه؟ مقدمة. كله يصير إنه هو المخضرم يلي لقط قفشة عليك باللايف فهو بدي يستغل. أنا صرت خاف أطلع لايف شاب ما تشتغل العباقرة الإعلام وتنزل الأخبار العاجلة علي. تكوني بحالي مع جمهوري على رواق نمزح ونضحك ولزازة ولابس لهم تياب عقولين هيك تبع ناس ما بيجيبوا العيد. شاهد الشامي يعيش حياة المشاهير. ايه في منزله الفارع. شفتوا هذا الفيديو؟ شاهد منزل الشامي الفارع الذي اشتراه في 7 مليون دولار. 7 مليون. وقد صور فيديو على انستغرام مباشر وهو في سيارته الفارغة. هي فارغة تفهماني كود. مش فارغة والله فارغة. شيل الفلتر. اي فلتر اخوي؟ مالي حاط فلتر. هيك حاط فلتر. هيك مش فلتر. يلا تعالوا شوفوا وين مصفصف هداياكم. لا حيصدق راح أصلع من هي كل هداياكم هون.
اخوي انا قداحتي منزوعة، اعطيتني قداحة منزوعة اكتر. والله يا اخوي مو اشاعات على حالي، انا بكون قاعد عم بدور على تيك توك، مش عم دور، عم بتسلى على تيك توك، بلاقي اخونا شاهد 3 دلائل. هدول الفيديوهات اللي بتشوفهم قبل النوم او على يوتيوب مثلا، شاهد 3 دلائل واثبات انه الشامي ماسوني. انه شوفي انت تكون سالخ متغدي فاصوليا ورز مثلا، عرفت فيك تكون ماسوني اذا متغدي فاصوليا ورز؟ تتخيل حدا من الماسونيه بتغدى فاصوليا ورز؟ بنفقس اكيد هاد مش هدول محتلين العالم، مش عم ياكل لوبيا بزيت مثلا تزبط، عرفت؟ ايرور. شاهد قبل الحذر. شاي ماسوني كيف بعدين بيحط لك انه قال هون بين عينتينك في علامة مثلث من حواجبك، قال رسموا لك اياها الماسونية كمان تصير ماسوني. عرفت وين اذنك؟ عامل لك سحر. شوفي مالك اخوي؟ لا بس انا شخصيا بضحك يعني، بتسلى، بحب يعني بتسلى. بعدين بحياتك شفت حساب واحد ماسوني مثلا عامل فلوج صغير لفانزاته انه هو عم يطبخ مقلوبة مش منطقية؟ اكيد في شي غلط بالحياة. سلام. شهادة 3 دلائل انه شيء ماسوني، لانه كان ابو محمد ابو ماسوني المسوان بيشرب شاي 4 مرات بالنهار، اكيد في رابط بيناتهم. مستحيل كون انا رفيقك اصلا هيك خلينا نبدا من هون. شفتك بيشتري سيارة 3 مليون ريال. الله وكيلكم. اصابعي فلتر، بس هون في فلتر بس اصابعي. حاستك عم تشتغل فينا؟ لا والله يعتبروني، والله يا عيوني انا كل حياتي هيك مع الحمادات. اسألوا الحمادات القدماء اذا انا متغير. حمادات انا متغير شي؟ بحياة امكم احكوا الصراحة، مو كل عمري هيك. نزل خبر على الفيسبوك انا كنت عم بقراه، انه على انه انا شاركت، انه ظهرت بال ماجازين انه عالمية، وعرفت وهي صفحة سورية عم تفتخر فيه وهيك، انه شاب سوري صار. كان كتير حلو البوست. اول تعليق فتحت تشوف التعليقات، اول تعليق كان انا كنت شاكك انه ماسوني، هلا تأكدت. افهم خي طلعوا من الحياة يعني. خي ما في شي لاني تعبت، بس مش لاني انا تعبت، لا اكيد ماسون. يا رب البيت. اخواتي الحمد لله رب العالمين على كل شيء، والله الحمد لله على نعمه على كل شيء، على نعمة الحمادات اللي الله بعت لي اياها، والجمهور الوفي والمحب هاد. الحمد لله على كل شيء. وعليه اكيد. خلاص انت دائما لازم نتعلم نقول الحمد لله.
صوت راح، هيك هذا المطلوب أكيد. أصوات ما حتهتموا تسمعوها أنتوا أساسا. يا الله. حاسس إنه صار لي شي كتير زمان ما فتحت نوم لايف، ومشتاق له. تعال برشلونة بليز. ما فكرنا فيها. إدارة أعمال ياخدونا على برشلونة. أوكي. بورسعيد. ما تطول. ست. على برشلونة. حق الله اشتقت لك، وحق الله قد ما نقيتوا علي اليوم، مع اني لساتني تعبان، بس قلت انه خلص انا ما بقى اتحمل الا لازم افتح لايف للحمادات. حمادات قلبي. بدكم تسلموا على عنتور. عنتور عنتور. عنتور. ها طلع صوته. هذا الولد كتير غليظ. قلت له نعمل له بلوك. اوكي. شو عم تعمل؟ هل قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. أنا من أعاشر. من قال؟ بس ولا مالك أحكي بس مو هيك. يلعن بيت المجانين يا زلمة. شكرا كثير. والله عنتور بصفر. سلام بتضحك وأنا عم بهدل حيوان. شوفي. طيب خلص لا تهي عليه عنتور، بس إذا بتحكي بغير توقيتك عاملك على الملوخية. ها ايه شيل. ملوخية. ملوخية على عنتور. منتفك وعاملك على الملوخية إذا بتحكي بغير وقتك. إذا هلا حكيت بسامحك. ايه عنتور. ما بيحكي الا الساعة 5 الصبح. بتكمش مو شو. بوت فرجينا غرفتك. ما عندي غرفة. نوم بالصالون. عامل الصمت. ايه انبسطت فيكم. استروا ما شفتوا منا. انا كتير كنت مشتاق لكم. بعتذر على حس الفكاهة العالي، ولكن طبيعتي المطلقة في الماضي والحاضر. أخي سمعني. بحبكم كتير. شكرا عنكم هون. بوعدكم اني دائما ضل عم اقدم احسن ما عندي، ونضل حديث العالم دائما. الحمد لله هي نعمة من الله. ونعمل اشياء عالمية بالايام اللي جاي. وانا بحبكم كتير مرة تانية، وممنون لكل شي عم تعملوا لي اياه، والدعم والمحبة والمسافات البعيدة اللي بتقطعوها لتجوا وتحضروا